صباح الخير عليكم، نهاركم مبارك. اليوم اخواتاتي راح نحضر معكم الوصفه تاع صابلي فريزيج خفيف. المقادير تاعو كاع كاينين في المنزل، وخفيف وظريف، وتخدميه بالمعمول ولا بالفرشيطه كما تبغي. انا عندي هذا المعمول نخدم به كنت تشوفوا. وشو كيقطع لي كميه 200 غرام تاع زبده. شو خرجت لي كميه شابه معتبره، حاجه شابه وشيشه. وشوفوا الهش تاعو كي داير خفيف بزاف. شوفوا كي داير لي حبه كسرت معايا. شوفوا كي خفيف، شوفوا كي خفيف. من فيه المايزينا، ما فيش الفرينه بزاف، فيه غير المايزينا قاويه. دروك نروحوا للتحضير خواتاتي. باش نقول لكم دروك راح نحضر معكم صابلي شباب بزاف. نروحوا للمقادير. التحضير تاع الوصفه هذه. هنايا فيها المايزينا، فيها الزيت، فيها 4 مغارف سكر غلاسي، ماهوش عادي، سكر غلاسي. وهنايا عندي حبه كامله تاع بيض، حبه واحده صفر. وهنا عندي 5 مغارف زيت، وعندي 200 غرام زبده تكون طريه على درجه الحراره تاع الغرفه تاع المطبخ، 200 حتى ل 220 اللي تبغي تقوي. وعندي المايزينا والفرينه والخماره. دوك نروحوا للتحضير ديريكت. نديرو الزبده هذيك. انايا قوطي 500 غرام، خدمت 300 وبقات لي 200. هذه هي. شوفوا درتها في الصباح، وشعلت الفرن، قعدت نطيب القهوه، درتها برا. شوفوا كي طرات. ونديرو عليها الزيت، تكون 5 مغارف زيت. نديرو عليها السكر غلاسي اللي وريته لكم. نديرو عليها رشه الملح. هذا الصابلي لازم الملح يحافظ على الجود تاعو. نروح نخلطوهم بالباتير. سمحوا لي على التقطيع تاع الباتير. نخلطوه مليح يولي كريمي. ندير البيض. كي نخلطو يولي كريمي بيض، نعاودو نديرو داك البيض. قلت لكم حبه كامله واحده صفر. ونروحو نخلطو ثاني. شوفوا خلطتو مليح. شوفوا كي ولا داير الخليط تاعو، كي ولا شباف ولا كريمي. لازم تخلطوا كاع داك الزيت مع البيض مع السكر مع الدهان، لازم كاع يولي كتله واحده. شوفوا كي جا داير. نزيدو نكملو التخليط باش نديرو مايزينا. نحبسو الباتير ونديرو المايزينا. هذه حاجه تاع المايزينا اللي شابه بزاف، خفيفه وهشه. راكم تشوفوا كي خلطتها. شوفوا كي خلطتها شابه. شوفوا كي ولات دايره. شوفوا تولي كريمي. داك نروح نديرو عليها كاس ونص تاع المايزينا، كاس ونص على دفعه واحده. سيحوا المايزينا باش تجي الحلوه متهويه، تجي شابه، تجي خفيفه الحلوه. ونديرو عليها رشه صغيره تاع خميره كيميائيه، باسكو انا دايرين المايزينا باش ما تهبطش معنا في الفرن. نديرو غير حاجه خفيفه كيما هكا باش تجينا خفيفه. ونديرو عليها شويه فرينه. نتوما الفرينه على حساب لاباط. انا هنايا درت 2 مغارف فرينه باش نخلطو مع المايزينا. انا درك ما نخلط بالمغرف ولا بالسباتيل باش نعرف القوام تاع الفرينه. انا حبست الباتير شويه، دارت لي نحس الباتير. واللي ما عندهش الباتير نورمال تخلط بالفويي. خلط مليح هذاك البيض مع السكر مع الدهان مع الزيت، تخلطو مليح بالفويي حتى يدخلوا كاع في بعضهم بعض، يتجانسوا كاع كتله وحده. هيا تولي ديري نتيا في المايزينا والفرينه. شوفوا الويره تاع المايزينا قلت لكم يجي شباب. هذا تجبي تخدميه باللامبوط، تجبي تخدميه بعض الطابع تاع المعمول. شوفوا نديرو كاس ونص مايزينا باش تجي شابه. نديرو معنا فرينه.
ما تيبسوش لاباط، خلوها شويه طريه باش تجينا الكاطو يجينا خفيف. كموهم كاع ما تكونوش على الفرن. كتشوفوا راني نكتب انا الفرينه هذه تاع الطرشي تشرب، راني ندير غير بالمغرف باش ما تسبقنيش وتيبس لي، غير بشويه كيما هاك. دونك نروح بيدي هكا، خليها شويه طريه، نديرها غير فتيته هكا غير باش نقلع كاع الحواشي هذه كاع نحودها كاع لاباط، ما نضيعوش لاباط هكا. هذه قلت لكم هذه الحلوه خفيفه بزاف، ماذا بكم تجربوها والله شابه. تشوفوا بها القهوه وتوجد بالخف. شوفوا خلوا كيما هكا لاباط، خاطش هي دوك تزيد تشرب، باسكو راني دايره الفرينه تاع الطرشي تشرب بالخف. خليها واحد 10 دقائق في الفريغو ومن بعد نخدمها معكم ونشكلها معكم. راكم تشوفوا راني الكميه اللي ما تشدنيش تاع الكاطو. ها نقول لكم خطوه بخطوه، ضربوا على طاوله العمل. عاوتاني الرش لازم وين تبغوا ديروا حبه رشوا باش ما تلصقش معاكم، باش تجيكم سهله كي طيح، باش ما تخسرش. سمحوا لي القران، انا كون ما نديرش قران ما نخدمش، انا بكري كيما هكا. دوك نكملهم كاع خواتاتي ونرجع معكم. قلت لكم نديرهم في الفرن على 140 درجه، وتكون الفرن تاعكم لا يشعل من الفوق ومن التحت. هذه تاع مايزينا طيب شويه بيضاء، باسكو المايزينا تسبق مش كيما الفرينه حتى تحمر، المايزينا طيب بيضاء. ما تخافوهاش نتوما تحسبوا راهي خضراء ولا لا. المايزينا هذه راني مقويه المايزينا على الفرينه تاع المايزينا، دائما الحلوه تاع المايزينا تجي بيضاء، تجي بيضاء قريب للصفوريه مش كيما الفرينه. هي وقلعوها مده الطياب تاعها 15 دقيقه. هذه تاع مايزينا من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، ما تخلوش تقعد بزاف في الكوشه باه ما تشربش معاكم. شوف هذه نحليت معليش ندير لها هكا تنقفل. ها دابا نكمل كاع ونرجع معكم خواتاتي. دروك طاب معايا داك الكاطو، شوفوا كي طاب شباب، طاب خفيف. شوفوا يطيب بيض كيما هكا خاطش هو مايزينا. دروك انا عندي مربى المشمش الكوفيتير، تبغوا تلصقوا بالشيكولا تلصقوا بالشيكولا. وهنا عندي نوت كوكو، شريت هذاك اللي فيه الشعره شويه طويله، كاين الرطب وكاين داك الخشين. دروك نروحوا باش نلصقوا حبه على حبه. حلوه هذه شابه هشيشه وخفيفه مليحه للقهوه الاتاي. تلصقي حبه مع حبه كيما هاك، هاي شويه حاميه وخفيفه بزاف. شوفوا حبه تكسرت معايا خفيفه بزاف، شوفوا كي شابه من الداخل. هي طيب هكا صفراء. دوك تروحوا في الاطراف هكا، في الاطراف كاع هكا ديروا لها كاع الكوفيتير في الاطراف باش ترمدوها بالجنجنه بالنوات كوكو عفوا. في الاطراف كاع ديروا لها كيما هاك بالبانسو ولا بالمغرف ولا كيما تبغوا كيما هاك. هذه حلوه شابه قلت لكم خفيفه. شوفوا ترمدوها في النوات كوكو، يناسبها النوات كوكو ولا كوكا ولا قفرير ولا. شوفوا نحطوها هنا. نعاود حبه معكم. ماذا بكم تجربوا هذه الوصفه تاع الحلوه خفيفه وشابه، توجديها بالخف للدراري. ماذا طلعوا لي هذه القناه شويه، شجعوني شويه في القناه باش نولي دائما ندير لكم جديد، سواء الطبخ ولا المعجنات ولا الحلويات ولا التحليه. المهم طلعوا لي القناه شويه، ديروا لي ابوني وتشاركوا مع الاصدقاء. اي وحده خاصها اي حاجه تكتب لي بلي كومونتير. نعاودو نديروها في نوت كوكو كيما هاك. هذه حلوه بسيطه ما فيهاش المقادير بزاف، حاجه اقتصاديه. شوفوا كي دايره. دوك انا نكمل كاع معكم، نكمل هذا الكاطو باش ما نطولش الفيديو معكم ونمليها لكم في الصحن التقديم. درك انا كملنا الكميه هذيك تاع اللي حضرتها معكم الوصفه تاع الصابلي. شوفوا كي جاني شباب، جاني روعه وقطع لي كميه شويه معتبره قبل ما تتقهواو وجاني خفيف. وهادو شويه لاباط جاتني درت حبات تاع فرشيطه، لقيت حبه مع حبه
راكم تشوفوا جاني خفيف بزاف بزاف. ماذا بكم تبعوا هذه الوصفه وديروها وان شاء الله تنجحوا فيها 100%. وخطره الجايه ان شاء الله ندير لكم وصفه شابه بزاف بزاف. ودرك نروح نشوفكم نوري لكم الهشاشه تاع الحلوى هذه اللي خدمتها. شوفوا كي دايره، هذه حبه تكسرت معايا، شوفوا كي دايره، شوفوا كي خفيفه. جربوا هذه الوصفه خواتاتي، وش نقول لكم الخطره الجايه ان شاء الله ندير لكم وصفه شابه. ودعموني شويه في القناه باش ندير لكم دائما الجديد، وشجعوني شويه. وش نقول لكم هيا تبقاو على خير.